ماجد، اهلا بيك في طعمية في الغربة. أهلا بيك يا عبد الرحمن. أنا انا مبسوط. انا مبسوط اكتر، مبسوط جدا ان احنا عملنا الحلقة دي. متحمس. متشكر. وأنا واحيانا كده. يعني احيانا بحس ان احنا بنختار الاماكن اللي بنروحها، واحيانا الاماكن هي اللي بتختارنا، عشان انت عارف طبعا موضوع الهجرة مش بالسهولة دي. طبعا صح. اهم حاجة او اول حاجة عايز اسالك، ازاي رحت الاكوادور او ايه اللي وداك الاكوادور؟ والله يا عبد الرحمن، هو الموضوع في الأول جه بالصدفة. أنا في 2018 كنت مريت بتجربة صعبة جدا في حياتي. كان والدي توفى في يناير في 2018، الله يرحمه. والله يرحمه. وما كنتش عارف أخرج من الحالة بتاعت وفاة والدي خالص لحد أبريل 2018. آه، عندي أصدقاء كتير وأصدقاء قريبين مني جدا في أمريكا، دايما مع بعض. ف... فأنا قررت أروح أقعد عندهم شهر شهرين، أفصل شوية. مهم. فرحت أمريكا، كنت قاعد هناك ما أنتخ. وما فيش هدف في دماغي غير إن أنا بحاول أخرج من الحالة اللي أنا فيها. وكان في الفترة دي حد من أصدقائي المقربين جدا كان معايا في الجامعة الألمانية. آه، كان أخ يعني، وأنا كنت فاكر كويس اللي هو مامته من الإكوادور. آه، مصري مامته اهو. عايشة في مصر. هو مصري بس مامته إكوادورية. مم. وكان دايما في الأجازات أيام الجامعة في كل أجازة بيروح الإكوادور، رغم اللي هو مامته مش هناك، مامته في مصر. لحد ما هو اتخرج وراح عاش في الإكوادور، قرر هو يعيش في الإكوادور. في الفترة اللي أنا كنت في أمريكا هو شاف من الفيسبوك، عارف إن أنا في أمريكا. كان أياميها الإكوادور من غير فيزا. وهو كان عايز يبقى برضه جنبي في الفترة الصعبة اللي أنا كنت فيها. فهو بعت لي، لقيته بيكلمني على الماسنجر وبيقول لي: ماجد، ما تيجي الإكوادور نتفسح شوية. فأنا كان طول عمري حلمي أصلا أمريكا الجنوبية. أنا سافرت كل قارات العالم بما انت قبليها كنت فيها. رحت امريكا الجنوبيه يعني؟ لا، عمري كنت رحت أمريكا الجنوبية، سافرت كل حتة لأمريكا الجنوبية. اوكي. رحت أفريقيا، رحت آسيا، رحت كل حتة، بس أمريكا الجنوبية عمري ما كنت هناك. فقلت له: أنت متأكد ما فيش فيزا؟ قال لي: لا، الفيزا حاول تيجي تقضي معايا فترة. فانا قفلت معاه في نفس الوقت، على طول حجزت تذكره، دخلت اونلاين، حجزت تذكره. انا فاكر كانت على ايرو مكسيكو، شركه الطيران المكسيكي، وكان عندي ليج اوفر في مكسيكو مهم. وانا رايح وانا راجع. كلمته قلت له: انا بكره هبقى في الاكوادور الساعه كذا. آه كنت ساعتها اعرف ان انا ممكن اصلا ادخل مكسيكو بفيزا امريكا. مم. فلقيت برضو عندي فرصه ان انا دخلت مكسيكو سيتي، اتفرجت على البلد شويه. كان جيت على الاكوادور، كان حالة اللي أنا اتثبِّت. أنا مش متخيّل إن أنا finally في أمريكا الجنوبية، وفي مكان مميز جدًا في أمريكا الجنوبية. مهم. الإكوادور فيها الmix الكامل بتاع أمريكا الجنوبية، كل حاجة أنت عايزها تتخيّلها في أمريكا الجنوبية، بالمزيكا، باللغة، بالأكل، بالناس، بالطبيعة، هي الإكوادور. مم. قعدت أسبوعين، لفّينا كتير أنا وهو. highlands طبعًا. إحنا كنا based في كيتو اللي هي العاصمة. وكيتو هي فوق سلسلة جبال الأنديز. فهي مرتفعات. كيتو ارتفاعها 2800 2900 متر above sea level، وده كتير جدا بالفيت يعني. اه. هي حاليا هي أعلى عاصمة في العالم، اوكي. كيتو. ونقلنا بقى من كيتو، رحنا. كنت أول مرة أعرف فكرة إن الإكوادور محاطة بالبراكين. يعني هي دولة أكبر كثافة أو عدد براكين في مساحة هي الإكوادور. اوكي. هي ثقافة البركان هنا. فكانت أول مرة في حياتي أشوف بركان على الحقيقة. كنت أول مرة أطلع، عملنا هايكنج في بركانين. رحنا الكوست على الباسيفيك. أخدنا رود تريب على الكوست طويلة. اه. كانوا أسبوعين هايلين يعني. امم. عرفت أنواع مزيكا جديدة في الأسبوعين دول عمري ما كنت أسمع عنهم في حياتي. بعديها خلصت الرحلة دي، رجعت أمريكا، قعدت شوية هناك وأنا مشغول بالإكوادور. أنا عايز أكمل في الإكوادور، أو عايز تشوف ما طريقه تقعد اكتفيتش بيها. ما اكتفيتش بالاسبوعين دول. آه بعد فتره رجعت مصر. وانا كنت بجهز ان انا اروح المانيا، اعمل دراسات هناك. مهم. آه وكنت بجهز لها بقالي فتره. ولكن بعد ما رجعت مصر حالتي بقى ساءت جدا، حالتي النفسيه ساءت.
إمم. بشكل صعب يعني. تدهور كامل، وفضل التدهور يزيد، يزيد لحد لمّا يعني انتهيت، يعني اضطريت إن أنا أروح مستشفى يعني إمم. مصحة نفسية. آآ قعدت فيها فترة و وخرجت تحت ضغط إن أنا محتاج أروح ألمانيا أكمّل دراستي. آآ بس أنا من جوايا ما كنتش حاسس إن أنا مش خلاص، قادر. أنا اكتفيت بأوروبا، مش اكتفيت يعني مش باعرّضها إن أنا لفيت أوروبا كلّها لأ، يعني اكتفيت من الlifestyle بتاع أوروبا، إمم. الضغط، آآ الساقية، الشغل، فكرة الوظيفة. أنا عمري ما اشتغلت في وظيفة، يعني أنا طول عمري تاجر وباشتغل في التجارة وباحب جدًا فكرة الbusiness. أوكي. ففي يوم وأنا كان عندي الappointment بتاع سفارة ألمانيا. آآ معلش أسألك أنت أنا الدراسة بتاعتك كانت إيه اللي أنت كنت أنا هتكمّلها؟ در أنا أنا درست حاجتين في الGUC. أنا أول ما دخلت الجامعة كانت الجامعة فيها 3 كليات بس: هندسة بشوية فروع، صيدلة، صيدلة. وmanagement. أنا في البداية دخلت صيدلة biotechnology، وقبل ما أتخرّج بسنة ونُص قررت إن أنا أسيب صيدلة وأحوّل حاجة اسمها business informatics، كانت هي إمم. فتحت بعدين BI، فسِبت صيدلة ودخلت BI. ف ف يعني في يوم كان عندي خلاص أنا رايح ألمانيا، لقيت اللي أنا لأ، أنا مش هاروح ألمانيا. فجأة قلبت الدنيا كلّها، وقبل ما أقول لوالدتي، قبل ما أقول لأي حد، أنا كلمت صاحبي اللي كان في الإكوادور، قُلت له: "باقول لك إيه، أنا هاعيش في الإكوادور، أنا جاي لك. فأنا هاحجز وهاجي، وأنت دَوّر لي على شقة عشان أنا مش عايز أعيش معاك، أنا عايز أبني حياة، عايز خلاص أنا هاكمّل حياتي في الإكوادور." إمم. فهو اتبسط جدًا، هو برضه كان بيعمل هنا business وحاجات صغيّرة في التصنيع، في التجارة، وكان متحمّس إن إحنا نعمل حاجة مع بعض، وبالفعل حجزت. الكلام ده كان في مايو 2019، كان في رمضان، شكلك أول رايح أسبوع في فيزا رمضان. سياحة مثلًا صح؟ رايح بس فيزا سياحة ومش مفكّر أنا هاروح أعمل إيه ولا إمم. هاشتغل إيه ولا خالص. أنا خلاص لأ، أنا مش هاروح أوروبا، أنا عايز بلد جوّاها حلو، جوّاها معتدل، عايز ثقافات جديدة، عايز شكل بلد جديدة، شكل ناس جديدة. وحسّيت إن لأ، هي Latin America هي مكاني. إمم. حجزت وقُلت لوالدتي أنا هاروح أعيش في الإكوادور ومش عارف لسه هاعمل إيه، بس أنا اتندهت بالبلد يعني أنا اتندهت تمامًا. وحصل، جيت الإكوادور في 2019، مايو 2019. بدأت أشوف هو صاحبي كان بيعمل إيه هنا، إيه نوع التجارة اللي بيعملها، إيه المنتجات اللي فيها. فكنت محظوظ جدًا من أول ما جيت بصراحة. يعني أنا اخترت آجي الإكوادور، بس بعد كده البلد هي اللي بدأت تحسسني لأ، اللي أنت كنت المفروض تيجي من بدري. آه، أوكي. لقيت الأبواب مفتوحة لي بشكل بتتكلم غريب. أسباني باتكلم أسباني طبعًا، من قبل ما باتكلم تروح؟ أسباني طبعًا. لأ، لأ. أنا بدايتي مع الأسباني من أول ما جيت الإكوادور، إمم. قبليها ما كنتش أعرف أي حاجة في الأسباني خالص. واو! أوكي. آآ ف فأنا كنت محظوظ جدًا بقى في الإكوادور، كنت محظوظ من بداية البيت اللي لقيته عشان أعيش فيه، الشركة اللي عملتها. قررت أشتغل في منتجات معيّنة، في إمم. الاستيراد وفي التصدير. على حظي الحلو اللي بييجي لي invitations إن أنا أحضر international salons للقهوة وللكاكاو وللشاي هنا في إمم. الإكوادور. بدأت ألاقي فرص إن أنا آخُد courses في القهوة وفي الكاكاو وفي الشاي وأتعلّم وأشوف البلد هنا الاقتصاد بتاعها مبني على إيه، وإيه المنتجات اللي مشهورة بيها الإكوادور وإيه الفُرَص. بدأت في الإكوادور. ودلوقتي أنا اللي عايش هنا وصاحبي مش عايش في الإكوادور anymore خلاص. هو راح يعمل ماسترز من سنتين في السويد أوكي. وكمّل حياته في ستوكهولم وما رجعش تاني. أنا اللي قاعد هنا وأنا اللي حياتي بقت هنا. مستقر. عندي بيتي، عندي عربيتي، اتجوّزت قريب وحياتي مستقرة وخلاص بقت هي بلدي. بانزل مصر طبعًا، بانزل مصر ساعات مرّة في السنة، ساعات مرّتين في السنة. بانزل بشكل منتظم، ولكن خلاص هنا بقت من الحياة. الوطن. ولو ينفع أسألك الوضع بقى بالنسبة للفيزا بتاعتك بيتحول إن هو بيتحول من سياحة لإن عشان فتحت business قدرت تقعد والّا إزاي الناس بتقعد في الإكوادور بعد ما بيسافروا؟ بُص، أنا في البداية
الفيزا كانت بتاعة السياحة اللي هي أوي، هو بيبقى ختم في المطار حتى مش فيزا إمم، on arrival يعني، حتى ما فيش فيزا كمان on arrival، أنت بتخش على أيوه، طول على الimmigration وبيدّوك ختم ب30 يوم، ده كان في البداية. أوكي، وبعدين أول 30 يوم خلصوا، فأنا عرفت إن أنا ممكن أروح الخارجية هنا في الإكوادور أمِدّ 30 يوم زيادة، اهم، فرُحت ومدّيت 30 يوم زيادة. وبعد كده في نهاية ال30 يوم الزيادة دول ما كانش ينفع أنام البيت تاني، ما بقيتش فاهم، أنا خلاص بقى أجّرت بيت عملت كل حاجة، وعملت business وبدأت خلاص لأ أنا هاعيش هنا، إمم، فرجعت مصر. رجعت مصر في نفس اليوم اللي كان ينتهي فيه ال30 يوم الجداد اللي أنا مدّيتهم، أنا آسف 90 يوم مش 30 يوم، هم أوكي، 3 شهور، 3 شهور، 90 يوم في 90 يوم، فكنت بقى لي 6 شهور. ف كنت لازم أمشي من الإكوادور فورًا، يا إما كان هيبقى عليّا غرامة برقم كبير يعني. فرجعت مصر و وكلمت سفارة الإكوادور في مصر، طلبت إن أنا أتكلم مع القنصل، قُلت لها أنا وضعي إن أنا رُحت الإكوادور سياحة بس بنيت حياة هناك وعايز أكمّل حياتي، خلاص أنا بقى اللي عندي هو بيت صراحةً كده، وعندي account في بنك وعندي شغل فأنا عايز أعيش هناك. ف إمم، فهي عملت لي إقامة في مصر. من مصر، من سفارة الإكوادور في مصر، قالت حلو، لي تعالَ نفكّر مع بعض إيه نوع الإقامة اللي ينفع نعمله لك هناك. فكان في نوع إقامة لطيف جدًا، حاجة قريّبة من إقامة رجال أعمال، إمم، آآ إقامة بسنتين، وأخدتها من مصر، يعني عملت الإقامة في السفارة بتاعة الإكوادور في مصر، جيت بيها مع نهاية السنتين بتوع الإقامة، أخدت إقامة دايمة، والإقامة الpermanent هنا مش بتبقى محددة بكذا سنة، هي إقامة فعلًا مدى الحياة يعني، أنا معايا أوكي، دلوقتي إقامة مفتوحة ما بتنتهيش. نايس، وممكن بعديها تاخد جنسية والّا ما ينفعش تاخد الجنسية الإكوادورية من غير هو لأ، الفيزا؟ هو أنا ممكن دلوقتي آخُد جنسية once إن أنا يعني قعدت 3 سنين بإقامة في الإقامة، الإكوادور، أنا يعني ممكن آخُد جنسية دلوقتي، بس أنا مأجّل شوية قرار إن أنا apply على الجنسية عشان فيها مذاكرة كتير أوي، فيها مذاكرة كتير، بتذاكر أسباني كتير جدًا، بتذاكر دستور، بتذاكر تاريخ إكوادوري، إمم، وأنا كسلان شوية إن أنا أذاكر، يعني حتى في الأسباني أنا كنت كسلان جدًا إمم، وتقريبًا ما ذاكرتش أسباني خالص، أنا لقطته. ما أوكي، كانش عندي دماغ إن أنا أذاكر أو أنا أصلًا قفلت من التعليم، يعني أنا قفلت من التعليم خالص، خالص. ف لكن أنا معايا إقامة زيها مدى زي الحياة، الجنسية، الفرق الوحيد اللي أنا ما ليش حق الانتخاب، ما ليش حق التصويت بس، لكن عايش بالإقامة بتاعتي، عندي رخصتي وكل بالضبط. حاجة. آه. وبالنسبة لو أنت بتقول الأسباني أنت لقطته كده، هل إن أنت لقطته كده ده كفاية إن أنت تعرف تتعايش بقى كل يوم وتقول business وتتعامل مع ناس كتير؟ على حسب حجم اللي أنت بتلقطه أو حجم استيعاب المُخ، ما آه، بتفرق من شخص للتاني. طبعًا، هو الأسباني في المُجمل سهل مش صعب، هي لغة سهلة. آآ و واللي بيساعد إن أنت يعني مغصوب يعني أنت لازم تتكلم أسباني، ما عندكش اختيار تاني، عدد اللي إمم، بيتكلموا إنجليزي في الإكوادور قليلين جدًا، جدًا. فما كانش عندي اختيار تاني غير إن أنا أتعلم أسباني، إن أنا أفهم، إن أنا يعني أنا طبعًا في البداية كان أول فترة كان معايا صاحبي اللي كنت باقول لك عليه، ففي كل الbusiness meetings كان هو بيبقى معايا، عشان إحنا كنا بنعمل أصلًا business مع بعض. إمم، آآ فلو الناس بتتكلم إنجليزي كنت باتكلم إنجليزي، لو بيتكلموا أسباني كنت بافهم إيه اللي بيتقال، كنت بالقط إيه اللي بيتقال، وهو بيترجم وهو بيترجم لي من اللي بيتقال في الmeetings، فده ساعدني كتير أوي، ده ساعدني كتير. وزي ما قُلت لك الأسباني سهل، الأسباني لغة مش صعبة خالص، هم بيفتكروها لغة صعبة، بس بالنسبة للمتحدثين بالعربية هي لغة سهلة بالنسبة للعرب جدًا، كلام وعرفت كتير تلقط أوي. كفاية، يعني قصدي عرفت عارف تلقط كفاية من بس من أنت طول ما خدتش أي تعليم، ما خدتش courses أو حاجة معينة والّا كان في خالص، 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 خالص؟ وما خدتش ولا حتى duolingo ولا أي حاجة ولا خالص. ولا اللي هو أبسط طبعًا الحاجات؟ في البداية كانت مراحل، أنا بالقُط كلام كتير أوي، بس كنت واقع في الgrammar. آه، واحدة بواحدة بقى بدأت أضبط موضوع الgrammar، يعني كنت في البداية باتكلم أسباني من غير grammar، اللي هو كلمات كلمات، vocab، بس ما فيش grammar بيربطهم ببعض. شوية، شوية بقى الgrammar بييجي والaccent بتيجي وخلاص، الدنيا بقت حلوة. رائع. طب أنا عايز أرجع بس للحتة لمّا أنت أول ما سافرت طبعًا أنت محظوظ فعلًا فشخ إن أنت قدرت تسافر وعندك حد already هناك، آه. لكن
إزاي قدرت اللي هو أنت عارف بيبقى في فترة كده في الأول بالذات لو أنت في حتّة بعيدة جدًا عن مصر أو عن مش عارف عن بلاد بتعرف تتكلم لغتها، إن أنت تعرف تعدّي مرحلة اللي هي الوِحدة في الأول، مرحلة إن أنت تتأقلم مع اللي حواليك والّا ده كان الموضوع بالنسبة لك كان سهل في الإكوادور بسبب والله الموضوع الظروف؟ كان بالنسبة لي سهل جدًا، جدًا. أوكي، يعني أنا ما عدّاش عليّا يوم واحد من ساعة ما جيت الإكوادور حسّيت فيه لا بوحدة ولا بجد! باشتياقي إن أنا أرجع أعيش في خالص، خالص، آه، حقيقي خالص. ما أعرفش ده عشان حظي حلو أو عشان أنا حبيت البلد جدًا، جدًا. عملت صحاب بسرعة جدًا في الإكوادور. دخلت نفسي في أنشطة كتيرة أول ما جيت، حاجات ليها علاقة بالمزيكا وبالفنون فكنت دايمًا مشغول، إمم، وكان دايمًا خلّي بالك برضه إن أنت تكون مصري في بلد زي الإكوادور، أنت جنسيتك exotic جدًا للناس هنا. طبعًا أنت يعني بالنسبة لك اللي الناس هو دايمًا أنت بتعمل إيه بتقرّب هنا؟ لك. والناس بتقرّب لك جدًا عشان يتعرّفوا عليك. أنا باروح أي مكان الناس بتبقى عايزة تيجي تتعرّف عليّا، أنت إيه اللي جابك ومصر وبيتكلموا معايا عن مصر ف فالموضوع كان بالنسبة لي لأ، البلد كانت محتضناني جدًا، ما إمم، حسيتش يعني بأي ملل، بأي وحدة خالص. أنا فعلًا البلد كانت مرحّبة بيّا بشكل أنت لا تتخيّله. كل حاجة كانت ماشية سريعة جدًا معايا مش باعطل الحمد لله خالص. حلو أوي، عايز أعمل شيفت رهيب في 5 ساعات أسست شركة، عايز أجيب عربية لقيت نفسي في يوم بقى عندي عربية. يعني كنت كل اللي محتاجه اللي أنا بس أعيش هادي، اللي أنا ما إمم، اشغلش بالي خلاص أنا تستقر فصلت بقى، عن مصر. أنا حياتي هنا وبابني حياة، بابني صح، حياة صح. بشكل كامل. فلأ الحمد لله الدنيا كانت معايا سهلة. أنا عمري ما رُحت أمريكا اللاتينية عمومًا، ما رُحتش الإكوادور طبعًا، ما رُحتش أي حتّة وعايز أروح المكسيك كCentral America يعني حتّة أقرب منها، لإن أنا معايا فيزا أمريكا، فطبعًا ما كنتش عارف برضه موضوع إن أنا ممكن أخُش المكسيك ده، آمم، أنا من ساعتها بقيت باروح المكسيك على طول أصلًا، يعني كل سنة آه، لازم باروح المكسيك. أنا باسمع إن مكسيكو سيتي خطيرة، وإن هي آه. فيها الجو مش جو بس فيها يعني إن هي مدينة كبيرة metropolitan وزي القاهرة كده مليانة ناس وبتاع. بس اللي بالاحظه هنا ليّا أصدقاء هنا مكسيكان تحديدًا، وليّا أصدقاء من كولومبيا، في كده إيه، في similarities كده ما بين العرب شوية والLatin Americans اللي باقابلهم على الأقل، هل ده نفس إحساسك لمّا وأنت في طبعًا، الإكوادور؟ طبعًا ده 100%. ده وده ليه سبب. يعني إحنا آه، الجزء اللاتيني ده كله من أول مكسيكو لحد جنوب الأرجنتين، الجزء ده كله كان مستعمرة إسبانية. إمم، بعد ما العرب already احتلوا إسبانيا 800 سنة. إمم، ف فالأسبان جُم already بثقافات كتيرة عربية، وبآلات موسيقية كتير عربية. و وهتفهم ليه اللغة الأسبانية فيها كتير أوي من العرب، كتير جدًا. إمم، يعني حتى الgrammar بتاع اللغة الأسبانية قريب جدًا من النحو بتاع العربي جدًا. آآ فطبعًا، طبعًا واخدين كتير، كتير من العرب. في جينات كتيرة في لاتين أمريكا أصلها بيرجع للميديترينيانز وللعرب وشمال أفريقيا. أيوه صح، آآ أصل يعني بالذات في الإكوادور تعرف تاخد بالك جدًا من موضوع الأصل ده. الإكوادور من البلاد القليلة في أمريكا الجنوبية اللي فيها أعراق، فيها كذا عرق. أوكي، آآ إيه ف زي ف إيه بيض وسود وكده والّا إيه الأعراق؟ طبعًا وفي يعني مثلًا أنت عندك الأساسي في الإكوادور في الindigenous ده اللي هو اهم، العرق الأساسي السكان السكان الأصليين، الأصليين. بيختلفوا ما بين غابات الأمازون إمم، وما بين الindigenous بتوع الhighlands بتوع جبال الأنديز اللي هم معظمهم كانوا إنكاز، وما أوكي، بين الindigenous بتوع الcoast بتوع الساحل. آآ وبعد كده هتلاقي في ناس بيض جدًا اللي هم الgenes بتاعتهم أسباني وأوروبي 100%، ودول اللي بتلاقي فيهم جزء كبير عربي في الgenes بتاعتهم. في بقى الأعراق اللي هنا ليها أسماء. يعني الشخص اللي بيبقى لونه قمحاوي شوية والتعريف الجيني بتاعه من عيلته اللي هو mix indigenous مع white man، ده اهم، بيسموه مستيسو. بيسموهم إيه؟ وعلى فكرة مستيسو، مستيسو، مستيسو. مستيسو لو راجل ومستيسة لو بنت. وعلى فكرة الأعراق دي بتتكتب في البطاقة. البطاقة؟ آه، أوكي، زي ما يعني بيكتبوا وأنت عندنا كده بتعمل مسلم ومسيحي وبتاع. بيتكتب هنا العرق. أنت أوكي. جيناتك إيه. في برضه Africans، Latin Africans كتير في إمم، الإكوادور، في شمال في الإكوادور مع الحدود مع كولومبيا. Africans 100%. إمم، فده عرق. في بقى الميكس بتاع الأفريكان مع الindigenous ده بيبقى اسمه سامبو.
مثلًا ده اسم حقيقي سامبو ده. بيتصنّف لوحده كعرق. بيتصنّف اسمه سامبو، أوكي. اللي هو بيبقى mix indigenous مع African. أوكي. ففي ليستة الأعراق دي هتلاقي دايمًا حاجة بترجع للعرب، للأصل العربي، دايمًا. بيبقى مش بيقولوها عربي، بيقولوها Mediterranean، بس هو عربي. إمم. آآ فلأ طبعًا بس ما كنتش عارف إن في أعراق الصفار. أو يعني ما كنتش عارف إن في أولًا في أعراق كتير كده في الإكوادور، وما كنتش عارف إنه بيتحطّوا في البطاقة بيتعاملوا بشكل رسمي، فهل ده بيعمل مشاكل أو مش مشاكل، آه. بيعمل فاهم فروقات، بيعمل لأ، عنصرة، بيعمل لأ خالص، خالص، خالص. يعني خلّيني أقول لك، بُص أنا لمّا باتكلّم حقيقي باتكلّم على تجربتي، مش باتكلّم أكيد. من منبع حُبّي للبلد. من تجربتي الإكوادور هي من البلاد الأقل عنصرية اللي رُحتها في حياتي إمم. تمامًا. البلد فعلًا ما فيهاش عنصرية خالص، خالص. موضوع الأعراق بيبنوا عليه، أو الdata بتاعة الأعراق بيبنوا عليها أرقام بتفرق بعد كده في التمثيل في البرلمان، بتفرق أوكي. في الstories أو في الanalysis بتاع الانتخابات والتصويت، ومين صوّت لمين ومين ادّى صوته لمين. يعني بيستخدموها في حاجات، أو في social studies، في statistical. دراسات اجتماعية، بالضبط statistical. بيبنوا عليها بيانات، بيبنوا عليها statistics، إمم. مش أكتر. لكن هي في الأول وفي الآخر الناس كلّها بياخدوا نفس الحقوق، بالضبط. هو ممكن اللي فيه تركيز جامد عليهم هم الindigenous، عشان هم أصحاب الأرض في الأول. فالindigenous هم اللي دايمًا بيبقى عندهم حتّة اللي إحنا أصحاب الأرض، إمم. حاميين شوية. ليهم مؤسسات بتاعتهم لوحديهم، ليهم تمثيل محدد في الدستور في البرلمان. ليهم جمعية بيرأسها حد من الindigenous بيناقش مشاكلهم وحقوقهم وحياتهم. وأنا شايف إن ده عدل، يعني طبعًا. أنا شايف إن ده حاجة عدل طبعًا، progressive المفروض جدًا في كل. إن ده موجود في الإكوادور ويعني ممثّلين بالشكل ده. طبعًا، إن طبعًا، حتى طبعًا هنا الإكوادور. في كندا في indigenous كتير جدًا، أنا ما كنتش أعرف عنهم طبعًا أي شيء. آه. بس طبعًا الموضوع فيه مشاكل كتير، بس هُم بيحاولوا بقى إيه واحدة، واحدة كده يعملوا حاجات صغيّرة، اللي هو ما بيدفعوش ضرايب زي بقية الناس، ليهم مش عارف scholarships معيّنة في الجامعة، بس طبعًا مش كفاية يعني. بس تاريخ كندا العنصري أصلًا يعني سيء جدًا طبعًا، مقارنة طبعًا. ما أعرفش الإكوادور الدنيا عاملة إزاي، بس أنا عايز أقول لك بطبيعة الإكوادور الجغرافية والجيولوجية، ما حدش يعرف يعيش في الإكوادور من غير وجود الindigenous. من الآخر هم اللي ساندين اشمعنى؟ كل بقية الأعراق. مبدئيًا هم أصحاب الأرض واتحاد ناس حافظين الأرض. طبيعة إمم. الإكوادور صعبة جدًا، صعبة جدًا. يعني الإكوادور، خلّينا نتكلم، هي دولة يعني بيميزها عن جميع دول العالم، مش بس South America، اللي هي دولة فيها 4 main regions. كل واحد فيهم يعتبر دولة في حد ذاتها، بطبيعتها أو بجوّها أو أوكي. بارتفاعها عن سطح الأرض. ف فالإكوادور بتبدأ من على إيدك اليمين الregion الأولانية اللي هي غابات الأمازون. أصلًا يعني نتكلم في قبل. التاريخ شوية، هي الإكوادور لمّا اتسمت Equator كانت هي الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية اللي الإكواتور بيعدّي عليها. أمّا دلوقتي الإكواتور بيعدّي على الإكوادور وعلى والاسم البرازيل وعلى كولومبيا. من الإكويتر للإكوادور. آه، أوكي، بالضبط، أوكي. بالضبط. that makes هو sense. الإكواتور شمال كيتو العاصمة، 10 دقايق من بيتي. يعني هو في أوكي. 10 دقايق من كيتو، في شمال كيتو، هو الإكواتور معدّي في كيتو. فكانت هي البلد الوحيدة اللي كان فيها إكواتور، عشان كانت الإكوادور بتمتد من الأطلنطي للباسيفيك، فكان آخدة الشريحة بالعرض كاملة. مع مرور الوقت طبعًا كان الجزء ده كلّه اللي هو من إيدك اليمين وأنت رايح على الأطلنطي، كان اهم. كل ده غابات أمازون. غابات أمازون عشان هي indigenous كتير جدًا، كان صعب يبقى فيها جيوش، كان صعب. فمع الوقت، حبّة بحبّة بدأت الأرض داخل. تتسرق منهم. فكولومبيا أخدت جزء، البرازيل أخدت جزء، جنوب الإكوادور، النُص الجنوبي كلّه الإكوادور، بيرو أخدته. كان الكلام ده كان قريب، كان أوكي. 97 يعني. لو شُفت خرايط أمريكا الجنوبية قبل 97 كانت الإكوادور ضِعف مساحتها لحد أكبر. ضعف المساحة بالضبط. أكبر، آه. كانت أكبر ضِعف. وفي 97 بيرو دخلوا احتلوا الجزء الجنوبي كلّه وأخدوه لحسابهم. ده كان الجزء الغني اللي فيه بترول كتير. وكان الإكوادور يعني بتناضل إن ما حدّش يعمل mining في الجزء ده. اهم. لإنه بطبيعة اللي أنت بتقوله إن هو أكيد
أكيد كان في مشاكل كتير مع الindigenous people في الإكوادور، والحكومات بقى اللي جات على الإكوادور اللي كانت عايزة تعمل أكيد forestation وعايزة تعمل مشاريع في الغابة والحاجات دي طبعًا. طبعًا، طبعًا. ودي الموضوع من مش الحاجات سهل. اللي باقول لك عدم وجود يعني وجود الindigenous هو اللي حافظ على أرض الإكوادور لحد إمم، دلوقتي، ده إمم، بجد. آآ تاني حاجة إحنا كنا بنتكلم في region غابات الأمازون، بعد كده عندك منتصف الإكوادور سلسلة جبال الأنديز اهم، بيسموها الhighlands أو السييرا بالأسباني اللي هي المرتفعات، وبعد كده عندك الcoast بتاع الإكوادور اللي هو الباسيفيك، وبعد كده آخر region وبيعتبروها أهم region في السياحة وفي الدخل بتاع البلد، جزر الجالاباجوس. لو أنت سمعت عن جزر طبعًا. الجالاباجوس، ودي طبعًا أعلى biodiversity في العالم، دي اللي داروين عامل فيها نظرية والله. التطور، هي إمم. جزر إكوادورية. وكل region فكل ليها كأنها region مختلفة. ليها أكل مختلف آه. وجو مختلف. غابات الأمازون غابات ممطرة، رطوبة عالية جدًا، حر عالي جدًا. الhighlands سلسلة براكين ما بتخلصش، في منها الactive وفي منها الخامل. آآ مرتفعات يعني نسبة رطوبة تقريبًا 0، جفاف جدًا، جوّها برد. الشمس بتبقى بالنهار حامية جدًا عشان أقرب للسما. إمم. آآ عندك وقت الشمس طويل كمان صح؟ لأ، هو الإكوادور مش عشان هي على الإكويتر، اليوم مقسوم 12 ساعة نور و12 ساعة ليل. ده زي مش قصدي الشمس، قصدي النهار طويل، النهار ما طويل. النهار 12 ساعة بالضبط. آه. يعني من 6:00 ل6:00 المغرب ده النهار، من 6:00 المغرب ل6:00 تاني ده الليل. إمم. هي الفكرة كمان إن أنت على الإكويتر، فدي بتلعب حاجات كتيرة أوي في الجو يعني. وأنت إيه؟ بتلعب دور كبير في الجو، يعني إمم. مش بس فكرة الhighlands والأمازون والcoast، لأ، فكرة إن أنت على الإكويتر كمان بتفرق شوية في الجو، في موسم المطر وموسم الجفاف. يعني آه. الإكوادور 6 شهور مطر، 6 شهور جفاف. أوكي. عندك بقى الساحل، جو الساحل جو جميل جدًا، درجة حرارة في العشرينات دايمًا، ما بتزيدش عن كده، رطوبة متوسطة مش رطوبة عالية. ف فالطبيعة الجغرافية والجيولوجية للإكوادور مخلية أكتر ناس فاهمين الأرض إمم. وحافظينها هم الindigenous. إمم. هم الbusiness يعني. النهارده مثلًا الhiking trails أو يعني أو الtrails بتاعة الbikes أو بتاعة السفاري، أي حاجة off road. الtrails دي معمولة من 500، 600 سنة فاتوا، من أيام ما كانش لسه في حتى أسبان، يعني كانت indigenous بس، إمم. أو أكتر من 1000 سنة فاتوا. هم اللي عملوا الطرق والtrails دي كلها. وهم اللي حافظينها. أنت لمّا تروح تعمل hike في أي بركان في الإكوادور، هتلاقي دايمًا ال 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 المشرف أو guide الراجل كده. اللي الguide بتاعك indigenous. آه. آآ فمعرفتهم بالجو وبالأرض ما حدش يقدر يستغنى عنها هنا خالص، نفس خالص. الكلام برضه كان في يعني ما أعرفش تسمع والّا لأ، بس عن كندا دايمًا في مشاكل في الwild fires الحروق اللي في الغابات. طبعًا، كل ما بترجع لورا بتشوف قد إيه إن هي دي حاجة كانت بتحصل من زمان جدًا، والindigenous people كانوا بيتحكموا فيها وبيعرفوا إزاي يتحكموا فيها وبيتعاملوا معاها إن هي جزء من الطبيعة، بتيجي طبعًا. علشان تضبّط الغابة نفسها. جه بعد كده طبعًا المستعمر ما عرفش يعمل بنفس الطريقة وما اتعاملش معاها بنفس الشكل، وبقت تحصل غابات طول الوقت، تحصل قصدي حروق طول الوقت بتبوّظ الدنيا كلّها عندنا مضبوط، هنا. من قريب أصلًا مضبوط. كان في كمان مشاكل. كمان في طبيعة الأكل، هي كلّها لحد دلوقتي هي إمم. كلّها inherited من الindigenous. يعني وطبيعة الدوا وطبيعة ويعني أسلوب المحافظة على الجسم وعلى الصحة بيتوارث من الindigenous. الحاجات الطبيعية كلّها جاية من عند الindigenous. 90% من الناس في الإكوادور بيحبّوا يتعالجوا plant based إمم. أو حاجات من الطبيعة ما فيهاش أي chemicals. وحاجات كلّها يعني الefficiency بتاعتها عالية جدًا. آآ لحد حتى كلام كتير، يعني اللغة الأسبانية بتاعة الإكوادور مطعّمة بكلام كتير جدًا من الكيتشوا بتاعة الإنكاز إمم. أو من الindigenous بتوع الأمازون. أنا عايز أقول لك مثلًا اللي أول من وضع مكان لخط الاستواء كانوا الindigenous، هم اللي إمم. حددوا خط الاستواء. ولحد النهارده ودي الحاجة يعني مضحكة جدًا، إن خط الاستواء اللي حددوه الindigenous هو الaccurate، مش اللي المستعمر الأسباني حدده. يعني أوكي. المستعمر الأسباني
اللي هو مترحّل تقريبًا 2 كيلو ونُص عن المكان الaccurate، والناس بدأت تكتشف ده مع وجود الGPS وفين بالضبط بيقرا 0000 عارف؟ إمم. فالناس حتى هم اللي كانوا محددين مكان الequator. هي حاجات مهمة جدًا إن هي تفكّرنا برضه اللي هو غصبٍ عن الواحد لمّا يكون هو ما اختلطش مع الثقافات دي وما اختلطش مع الأفكار دي، بيتعامل إنه اللي إحنا فيه ده هو ده الcivilization، ده التقدُّم، واللي هُم كانوا بيعملوه زمان ده كانوا متأخّرين، ما كانش عندهم التكنولوجيا اللي كانت عندنا. بس لمّا تيجي ترجع لحاجات زي كده بتكتشف إنه لأ، هي مش بتتقاس بالمنظر ده خالص. طبعًا، طبعًا، مضبوط. بالعكس في حاجات كتير إحنا يعني لازم نبطّل نتعامل مع كل اللي فات على إن هو كان ما بيفهموش، وإحنا بقى عشان اتقدّمنا والزمن مشي، فإحنا بقينا اللي فاهمين الدنيا تتعمل إزاي، سواء مضبوط، في مضبوط طبعًا. الmedicine، سواء في الأكل، سواء في الgeography، سواء في كل الحاجات دي يعني. طبعًا، 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 طبعًا 100%، 100%. كنت برضه عايز أسألك عشان إحنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده وشايف اتفضل، حاجة اتفضل. مهمة. إن دلوقتي ما ينفعش مصريين يروحوا الإكوادور من غير فيزا. ما من غير ينفعش فيزا. واحد يطلع كده يقول أنا هاطلع على الإكوادور من مصر، زي ما أنت لأ، طلعت. لأ، 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 لازم وpree issued visa لازم تاخدها من مصر، من السفارة بتاعة الإكوادور في مصر. حتى مش visa on arrival ولا هي pre issued visa لازم تاخدها من السفارة. والوضع ده اختلف علشان مشاكل الناس اللي راحت هناك عملتها، صح؟ عشان محاولات ناس كتيرة اللي هي بتيجي الإكوادور كمحطة اللي هم طبعًا يروحوا بيك. على أمريكا هجرة غير شرعية. أو حتى الناس الكتير اللي جُم الإكوادور منصوب عليهم. يعني الإكوادور برضه خلّي بالك الموضوع ظهر جدًا وقت الPandemic، اللي بقى إمم. في ناس كتير جدًا ما عندهمش شغل، كتير جدًا. وبدأوا يبقى وجودهم سلبي في الدولة، بقى وجودهم سلبي جدًا، مع إمم. وجود في نفس الوقت هجرة كثيفة جدًا من فنزويلا ومن كولومبيا للإكوادور. بُص، خلّينا نقول لك الإكوادور هي الhub بتاع أي مهاجر لاتيني، هي الإكوادور. بجد؟ طبعًا، عشان حاجة واحدة واقع. وحيدة، هي الUS dollar، الcurrency، هي آه. العملة هنا، هي الدولار الأمريكي بشكل رسمي. هي الدولة الوحيدة في لاتين أمريكا كلّها. يعني بنما بيتعاملوا بالدولار الأمريكي بس زي لبنان كده، اللي هي عملة بيتعاملوا بيها بس still عندهم لسه العملة بتاعتهم. إمم. الإكوادور ما فيهاش currency من سنة 2000. هي الدولار الأمريكي officially هي الcurrency أوكي. بتاعة البلد. فطبعًا أي دولة اقتصادها بيُقع في South America بتبقى بالنسبة لهم الأسهل accessible من غير، مش محتاجين فيزا، دول أمريكا الجنوبية للإكوادور، إمم. واللي هييجي يشتغل أو حتى هيسرق دولار. إمم. والهجرة الكولومبية والفنزويلية في آخر 3 سنين لأ، عملت طبعًا بتتكلم في مليون و600,000 مهاجر في سنة ونُص، واو! سنتين، من كولومبيا من فنزويلا. علّى مستوى الجريمة للأسف جدًا، عشان وقت الPandemic ما كانش في شغل يستوعب الأعداد دي خالص. طبعًا. والإكوادور دولة صغيرة، فبقى في جريمة. في النُص بقى المصريين اللي جُم مش عارفين هُم جايين يعملوا إيه. هُم فعلًا جاي جُم. فاكر إنه هيشتغل عادي وهيعيش حياته آه، ويكسب بدولار آه. فيعني السفارة المصرية اضطرت إنها ترجّع ناس كتير منهم مصر، مش هتلاقيين إمم. مكان يناموا فيه خالص. فالوضع كان صعب طبعًا، طبعًا. وده كلّه بسبب زي ما أنت قُلت، الناس كانت بتخش على النت إيه الدول اللي ينفع تروحها من غير فيزا. كانت الإكوادور وكوريا الجنوبية هم الأبرز في الlist كلّها. كوريا الجنوبية قفلوا، بقت بفيزا، والإكوادور ما نفس بقاش الموضوع. ينفع تقريبًا، صح؟ ما بقاش برضه ينفع. بسبب مشاكل زي دي. نفس الأسباب، نفس الأسباب، نفس إمم. الأسباب. ناس بتروح بفيزا سياحة، ياخدوها في المطار، وبيقعدوا من غير رؤية. يعني كمان ما حدش فيهم بيتعلم اللغة بتاعة البلد خالص. تخيل بقى كمان الوضع في كوريا. كوريا يعني. كان قلة وعي الوضع طبعًا، اللي صعب. هو أنت قلة وعي. عايز تطلع وخلاص ومش عارف الدنيا عاملة إزاي. بالضبط، كارثة. بالضبط. ال كارثة. بالنسبة للمصريين بقى في الإكوادور نفسهم المستقرين زيك، هل أنت مختلط بcommunity مصريين مثلًا وبتتعامل مختلط مع بقليل. أقول لك على حاجة، أنا من ساعة ما جيت الإكوادور أنا ما كنتش أعرف أصلًا مين المصريين خالص. إمم. ولا شُفتهم ولا اتعاملت معاهم غير من شهرين فاتوا، بالضبط من شهرين فاتوا أو أقل من شهرين أوف! فاتوا. يعني كان لسه جاي لنا سفير جديد، وهو لأول مرّة سفير يبقى متحمّس اللي هو يقابل المصريين ويعرف إيه اللي بيحصل وإيه المشاكل. فعمل دعوة كده في السفارة. أول مرّة أعرف العدد الرسمي للجالية المصرية يعني.
إحنا 25 مصري في الإكوادور كلّها. إيه! آه. ده كان أول مرّة فعلًا. ده اللي هو أنتم يعني آآ تقعدوا في قهوة. بالضبط، 22 based هنا في كيتو في العاصمة، واو! وال3 التانيين منطورين كده كل واحد فيهم في مدينة شكل. ده يعني و معلش الجالية دي يعني ما بتحسبش طبعًا السفارة أو الحكومة وكده صح؟ لا، 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 دول المصريين اللي عايشين هنا. الجالية أوكي، واو! طبيعي طبعًا 25 تقابليها مصري. ما قابلتش حد. بالضبط. يوميها بس بقى بدأت أتعرّف على الناس الكويسين اللي فيهم. طبعًا للأسف برضه يعني في ناس هنا مش أحسن مش حاجة يعني. سالكة. يعني مش سالكة، لأ يعني ما فيش سلكان بنكلة، عارف. آآ فأنا علاقتي بالمصريين هنا هم 2، 3 بالكتير اللي أعرفهم. ع في جنسيات عربية أكتر طبعًا بكتير من المصريين هنا. يعني أصل خلي إمم، بالك الإكوادور كانت من غير فيزا لبنان، ل90% من الدول العربية. كل الدول العربية تقريبًا كله، بييجوا الإكوادور من غير فيزا. أوكي، فطبعًا لمّا حصل بقى الربيع العربي والمشاكل في الMiddle East، كان ساعتها في رئيس في الإكوادور رافائيل كوريا، رئيس يساري، وكان عامل زعيم وقائد وعمل الحركة باسمه زي الناصريين في مصر، اسمهم الكورايزم. أوكي، الناس اللي طبعًا الراجل ده المفروض برّه البلد قعد 10 سنين رئيس، والمفروض برّه البلد عايش في بلجيكا. بس الراجل ده كان مخلّي الإكوادور هي الدولة الأولى في أمريكا الجنوبية اللي بتقبل لجوء سياسي. أوكي، ولو تفتكر حتى لو تفتكر جوليان أسانج بتاع صح، ويكيليكس، لمّا اتقبض عليه في السفارة الإكوادورية اللي في لندن. كان بقى له 7 سنين قاويينه جوّه السفارة الإكوادورية اللي في لندن. ودي كانت بتعليمات من رفائيل كوريا، وهو كان راجل يعني مع التحرُّر. بس ففي هو الفترة مطرود بتاعة من البلد بتقول. مطرود من البلد. ما هو حظّه الوحش اللي جه بعديه راجل يميني متطرف، وكان أوكي، عايز يقضي على الحركة اللي عملها رفائيل كوريا. ده اللي عمل كل حاجة في الإكوادور. هو اللي عمل شبكة الطرق الحديثة، وهو اللي عمل مصانع، وهو خلّى البلد من أنضف بلاد أمريكا الجنوبية. يعني الناس اللي بييجوا من الأرجنتين أو من كولومبيا بيتخضّوا، مش مصدقين اللي في طرق عاملة كده في إمم، الإكوادور. level يعني الإكوادور. الراجل ده باختصار نقل الإكوادور من دولة عالم تالت لدولة عالم تاني. الإكوادور رسميًا دولة عالم تاني، مش دولة عالم تالت إمم. خالص. هو أنت آآ لمّا بتقول الجريمة يعني قليلة، دي حاجة برضه غصبٍ عننا طبعًا كstereotype عن أمريكا اللاتينية، الجريمة حتى أكتر يعني أكتر من عندنا بشكل بشع، الأسلحة والقتل والحاجات دي، إن يكون طبعًا. الإكوادور ما يكونش فيها برغم إن كل اللي حواليهم كده. بدأ يبقى فيها للأسف مؤخرًا، بس هي ما كانتش كده. إمم، فنرجع تاني بقى للجوء السياسي. كان رفيق كوريا فتح موضوع اللجوء. ففي الفترة بتاعته آآ من سوريا ومن ليبيا ومن اليمن تحديدًا ال3 دول دول، لأ، جُم أوكي، كميات يعني. الجالية العربية بيسيطر عليها تقريبًا سوريين وليبيين ويمنيين هنا في أوكي. الإكوادور. آآ و الفترة بقى اللي قبل ما أنت تقابل ال25 مصري اللي موجودين في الإكوادور، ما كنتش حاسس خالص إنك عايز تستكشف تشوف بقى مين مصري هنا، مين عايش لأ، هنا، ما فكرتش لأ، خالص في ما فكرتش فيها. أنا بصراحة من ساعة ما جيت وأنا عايشها إكوادوري. عايش إيه؟ يعني عايشها إكوادوري. آه، يعني صحابي كلّهم من البلد. خروجاتي كلّها أماكن اللي باروح أسهر فيها أماكن underground إكوادوري بالختم يعني، صرف. بمزيكتها يعني ما فكّرتش قبل كده يعني هو كان مثلًا في كام واحد سوري مثلًا عندهم مخابز بيعملوا عيش بلدي حلو، باتعامل معاهم إمم، على قد اللي أنا باروح أشرب معاهم سيجارة وشكرًا على كده. ما فكّرتش فعلًا يعني لحد الاجتماع اللي سفير عمله مع الجالية ده. ساعتها بدأت ألاقي لأ، والله في ناس لطيفة، وفي ناس أكيد، صاحبة فكر برضه، وناس جايين يجتهدوا ويعملوا شغل وينجحوا ويكبروا. فبدأت أتعرّف عليهم. بس قبليها أنا كنت عايشها إكوادوري 100% بصراحة مع يعني. نفسك خالص. مع نفسي خالص، مع نفسي خالص. هي آه. عامةً هي هي حاجة مختلفة طبعًا من بلد لبلد، إنه في ناس وناس أعرفهم يعني وأصدقاء وكده، بس غصبٍ عنهم هم بيعيشوها بالشكل المختلف تمامًا، اللي هو هيروح البلد، هو هيدوّر على العرب، هيشوف المسجد فين، هيخرج مع الناس دي، ودي مش حاجة وحشة، بس اللي هو إيه، بيعيشها مصري أو بيعيشها عربي جدًا بقى في البلد اللي هو فيها، وبيتناسى طبعًا، خالص طبعًا فاهم. الناحية التانية. وده حاصل يعني ده حاصل تقريبًا مع كل الجالية العربية هنا. أوكي، ما حدش فيهم عنده صاحب إكوادوري خالص، خالص يعني. آه.
أنا باستغرب الموضوع آآ ده، اللي هو إزاي أنت و عايش في و نفس البلد. و مش فاهم وكان في كذا يعني كافيه يعني عندنا chains بتاعة coffee shops إمم. معروفة الchain دي الفرع بتاع الشارع الفلاني والفلاني دول تحت السيطرة العربية 100%. عرب. يعني تروح تلاقي الترابيزات كلّها عرب وما عندهمش أصحاب إكوادوريين تمامًا. إمم. أنا هم واضح إن هم مبسوطين كده، فيعني الله يسهّل له عارف. طبعًا. بس أنا يعني أنا حتى المصريين اللي أنا عرفتهم دلوقتي وبقينا صحاب، لقيت اللي هم معرفتهم بالبلد ضئيلة جدًا، رغم إن هم كلّهم أقدم منّي في الإقامة. يعني أنا أول مرّة جيت البلد كان 2018 ولمّا جيت عشان أعيش كان 2019. إمم. الناس دي من هنا من 2012 و2013. ما بس هو ادّوش لنفسهم التعامل فرصة قليل. اللي هم ما ادّوش لنفسهم فرصة إن هم يعرفوا البلد خالص، خالص. آه. ما سافروش كتير في الإكوادور، ما لفّوش. ما يعرفوش أي حاجة عن المزيكا اللاتيني خالص، رغم إن دي من أكبر المكتسبات الشخصية يعني إمم. ليّا هنا في الإكوادور، اللي أنا لأ، عرفت لأ. حاجات يا خبر أبيض! يعني إحنا كمصريين بالنسبة لنا أمريكا الجنوبية هم نوعين مزيكا، عندك السالسا إمم. فلامينجو. وعندك والفلامينكو حتى أكتر أسباني مش لاتيني يعني. آه. آآ و والناس بقى الحلوين أوي يقول لك ده تانجو أرجنتيني، يسمع له فنجانة. فكده أنا جيت لقيت طلع بقى في في طبع حاجات بلاوي. أنا عمري ما سمعتها. أنا طبعًا في بقى البالادة وفي البوليرو وفي ال الكومبيا وفي كومبي. أنت هتعرف مزيكة الكومبيا؟ أنا عرفت الكومبي هنا عشان من الLatin آه، Americans اللي هنا، آه، وانبهرت برضه نفس الانبهار، طبعًا، وبقيت أروح حفلات عشان طبعًا. بس اللي في هو ميرينجي وفي ريجاتون اللي هي زي المهرجانات عندنا. لأ في وفي أنا في ممكن في أكون مش عارف مش فاكر اسمها، بس اللي هي بمناسبة الAfrican Latin America Afro Latin أو مش عارف اسمها إيه، ليها اسم معين المزيكا خلّيني أقول لك اللي الكومبيا أصلًا هي المزيكا اللي أصلها أفريقي. يعني هي أوكي. الكومبيا بتعتمد على حاجتين في الdrums في الطبول. ط التمبور أو التامبوريروس وفي آلة نفخ اسمها الجايتا. اهم. وهُم الحاجتين دول تقريبًا أصلهم أفريقي جدًا، حتى الrhythms بتاعة الكومبيا أفريقية. هي الكومبيا أصلًا يعني اتخلقت كمزيكا في الجزء الAfrican اللي في كولومبيا، اللي أوكي. هو شمال كولومبيا، اللي هي الشواطئ الكاريبي بتاعة كولومبيا. هتلاقي نجوم الكولومبيا العالميين كلّهم لأ Africans ليهم هم من أصل أفريقي، كولومبيا. أوكي. بس ده طبعًا أصل أفريقي 100% يعني. ف فده اللي كان مزعّلني للعرب هنا حتى في الأكل. يعني طبعًا أنا باحب الفول والطعمية جدًا، بس هُم متمسكين بده. إمم. ما عندهمش شجاعة اللي هم يجرّب. يجرّبوا أكلات مختلفة، رغم القدور غنية بقى أنت مش متخيّل الأكل يهبل يعني. أوكي. يعني وبتحس فعلًا بالفرق في الregions ما بين الأمازون، الhighlands، الcoast. لأ في أكل جبار يعني. معلش آآ على موضوع الرقص، دي حاجة برضه إحنا قريبين من الLatin Americans أو باحس إن إحنا قريبين في الثقافة والحاجات دي، بس إحنا بقى في موضوع المزيكا والرقص مش قريبين، يعني من ناحية إنه طبعًا مجتمعات مختلفة بشكل كبير، بس باحس إنه هم عندهم فكرة الرقص دي حاجة أساسية، فكرة اللي هو دي حاجة أساسية، المزيكا حاجة عايشين بيها. حاجة ما فيهاش جدال. تخطِّت حدود السِن وحدود الهيبة وحدود أي حاجة. كُلّه بيرقص، الشارع كُلّه بقى بيرقص بالشارع، يعني أنا وعايشين. كنت في أمريكا في نيويورك، وكنت ماشي وحتّة المسيطر عليها كولومبي يعني ناس من كولومبيا، آه، احتفال بقى وناس بترقص في الشارع والمزيكا عالية آه، وكل وقت، فأنا باسأل بقى يعني في شخص أعرفه وهو من نيويورك كنت معاه، فباقول له إحنا دخلنا بقى في festival هنا فاهم مش كنت تقول لي يا معلم وبتاع، قال لي: "لأ هم ده اليوم بتاعهم هو ده كده عادي." بقى بالضبط. ده حقيقي، ده حقيقي. بُص، هم اللاتين عامةً هم مُحبّين الحياة جدًا، إمم. مُحبّين الحياة جدًا، جدًا. يعني ظروفهم صعبة جدًا اقتصاديًا، وفي طبعًا مشاكل اجتماعية رهيبة في لاتين أمريكا يعني. المشاكل الأساسية اللي مدمّرة الدول دي ومخلّياها ورا جامد، كلّها مشاكل اجتماعية. إمم. ولكن هم بيحبّوا الحياة، هم بيحبّوا الحياة وده منعكس على متوسط الأعمار. عدّوا هنا متوسط الأعمار مجنون. يعني إمم. الأغلبية العُظمى من الإكوادوريين بيكسروا ال90 سَنة عادي. أوف!
عادي، يعني أنا كل أصحابي جدودهم لسه عايشين، كلّهم بلا استثناء، أوكي. وكلّه فوق ال90 سَنة. هم شعب محبين الحياة يعني. كان مُقبلين في كده على الحياة. في ريجوتينيرو مشهور أوي، أوي اسمه ريزيدنتي أو كاي كريسي كان في اسمه إيه؟ القديم. rapper. إيه؟ rapper آه. هو كان بدأ من اللي هو كان بتاع ريجاتون. لو تعرف مزيكة الريجاتون، yeah. دون عمر مالومة ودادي يانكي ومالوما آه. وبعد كده بقى أهم رابر في ساوث أمريكا كلها، وممكن يكون دلوقتي من أهم الرابرز اللي في العالم يعني. اسمه ريزيدنتي. هو أوكي. أصلا من بورتوريكو وكان عايش في الأرجنتين وهو راجل ثوري قوي في كلامه يعني. ف ففي تراك ليه بيقول اسمه ساوث أمريكا أو لاتينو أمريكا. اهم. احنا بلا رجلين بس ماشيه. هو ده مكمّلين. الوضع. مكملين في سكتهم تماما. إمم. مشاكل وعقبات في الحياه وبؤس، بس مكملين متمسكين بالحياه جدا بصراحه يعني. إمم. لأ فرق و... فعلًا قوي. طبعا طبعا. يعني اتكلمت الرقص هنا، الرقص اسلوب حياه فعلا يعني. كان في واحد صديقي هنا مكسيكي هو كان قال لي حاجة قريبة بس مش على الرقص يعني، بس قال لي على فكرة إن هم بيحس إن هو كSouth Americans إن هو في collective كده share للfeeling بتاع المآسي والمشاكل، اللي هو كلّهم بيقول لي أمّا باقابل أي حد تاني مثلًا من كولومبيا، من باراجواي، مش عارف إيه، إحنا كده إيه في حِسِنّة مع بعض، إحنا متضايقين من الوضع ومش عاجبنا. طبعا وبنشارك ده في أي حتّة بنروحها، قُلت له: "إحنا برضه يعني إحنا كعرب عندنا نفس الحتّة دي كده شوية فاهم، السوري، الليبي، اللبناني، في جزء حزن كده كلّنا بنتشاركه سواء عايزين أو مش عايزين." بس طبعًا فكرة إن هُم عندهم الإقبال على الحياة ده دي حاجة بتبان أوي، أي حد بيتعامل معاهم فعلًا بيبان. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. وهم يعني كساوث امريكانز هي متماسكه جدا اكتر من العرب يعني. والله! هم كلهم بيتكلموا لغه واحده، طبعا في اختلاف اكسنتس بس هي لغه واحده. ولكن ساوث امريكا ما فيهاش الفروقات اللي هي الجباره بتاعت عندنا دول الخليج فوق قوي قوي، إمم. دول العالم اول كلها، والباقي واقع. لا هم هنا كلهم واعيين. عارف، ما فيش حد احسن من التاني والله. والله حتى بس ما الدول فيش مثلًا لأ ما أظنش إن في بلد ما بينهم فيش حتى تعتبر الدول اللي رقميا اقتصادها قوي جدا. لا هي برضه لسه دول هي واقعه. برضه فيها البرازيل بلاوي. والارجنتين آه. طبعا طبعا دول واقعه يعني جدا. إمم. ممكن الدولتين اللي فيهم فرق شويه هو فرق عرقي. اوروجواي والارجنتين هم الاوروبيين بتوع ساوث أمريكا. هم إمم. البلونز والبيض واللي هم الاوروبيين. بس في الاخر هم ما فيش الفرق متكحرتين الجبار برضه. بتاع. طبعا طبعا كله متبهدل. إمم. كله متبهدل. والاستعمار الاسباني برضو كان فاجر يعني. إمم. كان فاجر، دمر البلاد دي بشكل غير طبيعي. وهدم تاريخ كبير في البلاد دي. وكان بيحاول استعمار يغير في طبيعه الناس على قد ما يقدر يعني. يعني الاغلبيه العظمى من الانديجينس بتوع الاكوادور او يعني خلينا نتكلم تحديدا بيرو، بوليفيا، اكوادور، هم الثلاث دول اللي فيهم نسبه عاليه جدا جدا من الانديجينس. أوكي. وبيتشاركوا في حاجات كتير قوي يعني. بيرو الانكاز هنا وبوليفيا هم وبوليفيا والاكوادور. وإكوادور. بوليفيا كان عندهم إيفو موراليس تقريبًا هو كان الرئيس موراليس. أصلًا ليه indigenous. صح اه تمام. آه، ف فالindigenous بتوع ال3 دول دول أُجبروا اللي هم يبقوا كاثوليك، وأُجبروا اللي هم يتصوروا صور تاريخية أبيض وأسود وهم ماسكين الصليب، أو إمم. أُجبروا على حاجات أُجبروا على أنواع أكل معيّنة، أُجبروا على تغيير لغتهم. يعني أنا باتبسط أوي لمّا بتلاقي indigenous لسه بيتكلموا كيتشوا. إمم. مش اسباني، عشان الناس لا، الاستعمار أدام. بهدلهم وهدم تاريخ إمم. يعني. إمم. تيتو مثلا يعني كان زمان قبل الاستعمار كان في حاجه اسمها جراند كولومبيا دي اللي هي كانت دوله واحده، كانت فنزويلا وكولومبيا والاكوادور وبيرو. أوكي. آه، كانت عاصمه جراند كولومبيا دي هي كيتو، عاصمه الاكوادور. وهي عشان كده كيتو مشهوره قوي، اللي هي اقدم عاصمه في امريكا الجنوبيه. إمم. وهي مشهوره بالهيستوريكال سنتر بتاع كيتو. عملاق يعني زي وسط البلد، عملاق. مدينه فعلا تاريخيه. المدينه دي كان فيها تاريخ انكاز ويكي تاني، عشان كيتو دي اصلا كانت قبيله برضه من الانديجينس. أوكي. كله اتهدم عشان يتبني عليه المباني الاستعمار أسبانيا. إمم. الاسبانيه طبعا.
هي عاملة زي هنا برضه، يعني هنا اللي كانوا عملوا برضه حاجة سيئة جدًا وكانت مكمّلة لغاية آخر التسعينات، اللي هو كانوا بيجيبوا الأطفال الصغيّرين بياخدوهم بالعافية من عيادات الindigenous ويدخّلوهم مدارس يعلّموهم إزاي يبقوا بيض، يعلّموهم آه. الدين الكاثوليكي أو المسيحية الكاثوليكية يعني، وبعد كده يخرّجوهم يبقى خلاص العيال دي ما تبقاش عارفة أصلًا مين أهاليها ولا شافوهم تاني ساعتها، ويبتدي يتعمل أجيال مختلفة ما لهاش أي علاقة لغاية ما في الآخر بقى في آخر التسعينات ابتدوا يوقّفوا الحاجات دي، ولغاية دلوقتي قواضي كتير مرفوعة على الحكومة الكندية، وبيحاولوا ساعات يدّوهم أرض في بلاوي سودا إحنا ما بنفكّرش فعلًا فيها آه. بالنسبة للي حصل للناس دي يعني. حقيقي، حقيقي، حقيقي. كنت عايز أقول لك برضه على نيجيريا، لإن هي حاجة حتّة ما رُحتهاش، بس أنا كان ليّا واحد صديقي قريب جدًا منّي نيجيري هنا، هو بالنسبة له الرقص ده كان يعني بُص ما فيش جدال، وهُم يعني متديّن جدًا، كل عيلته متديّنة جدًا، بيقول لي نيجيريا التديُّن في الحتّة اللي هو جزء منها كان مسيحية جدًا، كان بيقول لي الرقص ده ما فيهاش كلام يعني كده، هو كان متوقع بقى إن إحنا كده، يعني هو كان بيتعامل معايا اللي هو إمم. إزاي يعني ما عندكمش مثلًا كده فاهم أو يعني شباب وبنات واقفين كده في الشارع بيرقصوا ومش عارف إيه، قُلت له: "لأ يعني لأ، ممكن إحنا حطينا لنفسنا limits للأسف. زمان إحنا يعني قيّدنا حريتنا بإيدينا، إحنا مجتمع عنده الرقابة الذاتية مستفزة. بشع." أنت ممكن تلاقي و مثلًا إيه يعني كام شاب كده إيه فاتحين كبوت العربية مثلًا مش كبوت العربية، شنطة العربية وقاعدين وفاهم شغالين مهرجان ومش عارف إيه وكده، بس ما تلاقيش الculture نفسها. لأ، وفي الآخر جار رخم أو أمين شرطة آه، رخم ممكن تروح تبوّظ هيتصل لهم بحد. الليلة، آه، تبوّظ لهم الليلة بالضبط. تمامًا يعني كيّلها لهم فاهمني، أيوه، لإن هو لمجرد إن هُم أنا ناس دلوقتي لمّا بيستمتعوا بوقت يعني. بالضبط، أنا دلوقتي لمّا باسافر يعني أنا عشان خلاص عِشت برّه فترة شوية، فبقيت لمّا أسافر أول حاجة بافكّر فيها زي ما أنت كنت بتتكلّم اللي هو عايز أشوف بقى مزيكة المدينة دي عاملة إزاي، أو ورّوني الحفلات اللي بتحصل هنا إيه اللي بيحصل فيها، نوع التجمعات بيبقى عامل إزاي، ولمّا آجي للأسف بافكّر بقى المدينة اللي أنا منها اللي هي القاهرة، ولو معايا حد من صحابي الكنديين رايحين، لأ ما فيش الثقافة دي إن أنا أقدر أورّيها لهم بنفس الشكل اللي أنا باشوفه في أي بلد تانية. حاجة للأسف، للأسف. للأسف حديث لدرجة إن أنا رُحت أصلًا مع الصديق النيجيري ده، رُحنا الكنيسة بتاعته، هو بيروح كل يوم حد هنا في كندا، آه. هو الكنيسة بالنسبة لي ما كانتش زي ما أنا متوقع تمامًا طبعًا، كان اللي هو حفلة بما تعنيه الكلمة، وزي ما أنت قُلت كبير، صغير، كُلّه بيرقص وكُلّه مش هَمّه آه. وهو جايين الكنيسة يوم الحد عشان يعملوا كده، ده طبعًا، جزء من طبعًا. الritual بتاعتهم. أنا والله يعني يا عبد الرحمن أنا للأسف بابقى حزين على اللي إحنا عملناه في نفسنا كمصريين يعني. ما تفهمش التديُّن خاطئ دمّر آه، المجتمع. مع بقى تحفُّظ، مع يعني شكل المكان نفسه اللي خلي إحنا بالك عايشين فيه، مع كل حاجة. حتى إحنا طريقتنا في التحفُّظ غلط، يعني خلي بالك برضه أنت هنا South America الأغلبية العظمى من عائلات conservatives جدًا إمم، ومحافظين جدًا. آآ يعني مش بسهولة مثلًا اللي أسرة بتوافق اللي بنتهم تعيش مع راجل ما هوش متجوزين. آآ أوكي. يعني مش أوروبيين، هم still إمم، برضه فيهم عرق يعني لأ ورooted جدًا إمم. وعائلات كتير متدينين جدًا، بس في حاجات عندهم دي أصلًا ما لهاش علاقة بالتحفظ، يعني المزيكا دي حاجة تانية، المزيكا زي ما قُلت لك دي حياة، الرقص ده إمم. حياة، فاهم؟ إحنا بقينا متحفظين يعني حتى وبنapply ده على غيرنا كمجتمع في مصر، آه. يعني غصب عنّك هتبقى زيي، غصب عنّك هتبقى شبهي، أيوه. مش هاسمح لك، وإلا هافشخك. مش هاسمح لك، عارف؟ والّا هافشخك، يعني إحنا حتى غلط في طريقتنا في التحفُّظ خ خطأ تمامًا يعني، آه. كان لسه مش في عارف. مش فاكر ما اعرفش شُفت الحوار ده والّا لأ، بس كان في سِت كده كانت بترقص في فرح وبتاع والناس فشختها فيديوهات كانت طبعًا، صوروها، شُفت الحوار طبعًا. ده، حاجة وقبليها بشعة. مُدرِّسة في ومُدرِّسة، لوكاس حصلت نفس الموضوع حاجة عليها يعني اللي هو وبدأ إيه. بقى بيانات من نقابة المعلمين آه. ومن المدارس أنتم وتعالَ بقى نشوف رأي علماء النفس ورأي علماء الدين، إيه رأيهم في الموضوع بالضبط. وندخّل كل أطياف المجتمع. ده ده الطفل اللي لسه ما لا عارف هو دينه إيه ولا حتى اسمه إيه، فطرته بيرقص، يعني أيوه. فطرة فاهمني إحنا بنفشخ فطرتنا بنفسنا يعني. آه. لا إحنا مصر الله يعيننا، ربنا مصر الله ربنا يعيننا فعلًا آه، يعني. والله، والله. وبالمناسبة دي أنت على مستوى مش مستوى الfuture الlong term future والshort term شايف نَفْسك في الإكوادور
والّا شايف نَفْسك في بلد تانية، والّا شايف نَفْسك ممكن كده تنزل مصر تاخد لك كده فكرة؟ لأ، بُص، فكرة الرجوع لمصر بالنسبة لي دي مستحيل، منتهية. مستحيل. أنا ب ب بارجع أنا باروح مصر عشان أمي وأخواتي وأسرتي، و وطبعًا رقم 2 الأكل. إمم. يعني ما فيش مصري يقدر مهما كان البلد اللي أنت عايش فيها أكلها حلو، بس لأ، مستحيل. إحنا مصر في حتّة تانية في الأكل. إن أنا أرجع أعيش في مصر دي مستحيل. أنا شايف نَفْسي في المستقبل القريب والبعيد لأ، أنا في الإكوادور. مبسوط. يعني جدًا. وخلاص يعني هي حياتي تمامًا. بقيت جزء من البلد والبلد بقت جزء منّي. إمم. دي حاجة آآ مهمة جدًا اللي إحنا يعني الناس ما بتفكّرش فيها لمّا بتكون بتهاجر أو بتسافر تعيش برّه، اللي هو أنا عايز أعيش في مكان كل حاجة أنت وصفتها في الإكوادور بتحسّسني إن هو ده فعلًا مكانك. أنت عايز تعيش في جدًا، مكان بتحس إن أنت جدًا، منّه، مش رايحه شوية جدًا. وماشي. لأ خالص، خالص. ال وكل خططي للمستقبل مبنية على هنا، على الإكوادور وSouth أمريكا طبعًا، تحديدًا في الشغل. ما ينفعش تبقى في الإكوادور بس. آه. دايمًا التجارة والشغل والbusiness في أمريكا الجنوبية مربوطة. بيبقى بلدك والبلد اللي حواليها. إمم. وتحديدًا في الوضع بتاع الإكوادور، تاني كولومبيا الحدود الشمالية للإكوادور، بيرو إمم. الحدود الجنوبية للإكوادور، بوليفيا عشان ما فيهاش ساحل فممرّها للتجارة وللمواني هي إمم. الإكوادور. فالدول دي وأنا دايمًا باتنقل ما بينهم، يعني في الشغل لازم باروح هنا وباروح هنا وباروح هنا، باشوف الmarket هنا يعني هم كلّهم market واحد. إمم. الhub طبعًا هي الإكوادور، الbase هي الإكوادور. باتكلم دلوقتي كشغل بحت مش بس معيشة. موضوع الدولار الأمريكي فارق جدًا، جدًا. في الاستقرار كمان. إمم. فأنت جزء من حياتك بإن أنت أصلًا يعني مرتبط بحاجات تانية بسبب شغلك ليها علاقة بالقارة نفسها كلّها. بالضبط. أنا لمّا فكّرت أشتغل هنا في حاجة، أنا اشتغلت في القارة دي شاطرة فيه وبتعمله. ما اللي جبتش هو حاجة اللي غريبة. هي الbusiness اللي عمومًا هو يعني. يعني في الbusiness عمومًا أنا باشتغل في المنتجات بتاعتنا، بتاعة إمم. القارة هنا، و باحاول أساعد في حاجات كتيرة والله يا عبد الرحمن. يعني باحاول على يعني ليّا أحلام وطموحات هنا في الإكوادور اللي أنا أفتّح شوية الكباري ما بين الإكوادور وما بين مصر، أو ما بين South إمم. أمريكا وما بين مصر. يعني أنا يعني مش بس مصر ما تعرفش أي حاجة عن البلاد دي، بس البلاد دي كمان ما يعرفوش أي حاجة عن مصر خالص. وأنا راجل ما مشيتش من مصر ضارب بوز ومخنوق وكاره بلدي خالص. مشيت منها عشان أنا في مكان تاني حسيت إن أنا شبهي أكتر. ولكن أنا لسه راجل باحب مصر جدًا باعشق مصر يعني. إمم. لكن هي في وقت معين ما كانتش شبهي خالص. كانت مش مناسبة. بلد مسببة لي مشاكل نفسية كبيرة. إمم. وهي تسبب اخترت إن مشاكل أنا نفسية كبيرة، هي وهي مش تسبب سهلة. مشاكل طبعًا، طبعًا. ف فطبعًا إحنا كمان في مصر للأسف مش حاطين في دماغنا خالص الجانب ده من العالم، لا في التجارة ولا على المستوى الثقافي. آآ يعني مثلًا الدول هنا أمريكا الجنوبية من القارات المهووسة بالدراما، هوس إمم. بالدراما. مسلسلات اسمها يعني دراما مسلسلات. وsoap operas وكده. اسمها telenovelas هنا في أمريكا Telenovela آه. الجنوبية. تيجي ميعاد الساعة 20:00 الساعة 21:00 على قناة كذا، كل الناس واقفين قاعدين يتفرجوا على المسلسل. لسه لغاية دلوقتي فاكر الحوار يعني إن هم كانوا مشهورين زمان، بس ما اعرفش إن هم لسه لسه لا دلوقتي. لحد النهارده طبعًا. وطبعًا كولومبيا يعني الإنتاج الأضخم المكسيك وكولومبيا والأرجنتين. إمم. إنتاج ضخم جدًا ومستمر وعمره ما هيقف. الناس إمم. مهووسة بيه وعلى التلفزيون الأرضي. يعني برضه ثقافة التلفزيون أبو قرية للقنوات مش الأرضية لسه هنا. موجودة. طبعًا تلفزيون أبو بطيخة. بتخش أي كان بقى أي بقال بتلاقي تلفزيون أريال مسلسل شغال. وطبعًا في آخر كذا سنة السياحة اللاتينية في تركيا ضربت في السما. ده بسبب إيه؟ بسبب أوكي. المسلسلات التركي. تركيا فكّرت ضرب. بجد؟ لأ طبعًا النهارده اللي ركب حتى فوق المسلسلات الأرجنتيني أو الكولومبي المسلسلات التركي. بس كنتش متخيل إن هي ممكن يعني تكون حاجة بعامل لجذب سياحة أو عامل يؤدي إلى لأ السياحة. عامل جذب سياحة مرعب. آه. الناس شافت بقى حاجة مختلفة عن اللي هُم بيشوفوه. أصل برضه خلي بالك هنا في أمريكا الجنوبية مش بيسافروا كتير برّه القارة. يعني برضه خلي بالك المواطن makes sense. الإكوادوري ده بيتفشخ عشان ياخد فيزا أمريكا مثلًا. يعني إمم. مش باسبور قوي بيتفشخ أوي. يعني. مش باسبور قوي خالص يعني. آآ
في دول في أمريكا الجنوبية باسبوراتها ليها access على الSchengen zone من غير فيزا، بس برضه تكلفة السفر بالنسبة لهم غالية. طبعًا. يعني يعني مثلًا كولومبيا مش عارف أنت تعرف ده والّا لأ، بس الباسبور الكولومبي والأوروجواياني والأرجنتيني والبيروفي بتاع تشيلي وبتاع البرازيل كلّهم، والباسبور المكسيكي، كل الباسبورات دي يخشوا ليها شنجن؟ 6 شهور Schengen 6 شهور من غير فيزا. إيه! أنا عارف تخيل المكسيكي عشان كولومبيا ليّا أصدقاء هنا، وبيرو بس يا لأ، وكولومبيا وبيرو وتشيلي أرجنتين. والأرجنتين والأوروجواي والبرازيل طبعًا، بس نسبة اللي بيسافروا في الآخر أو بيستفيدوا بالميزة دي نسبة ضئيلة جدًا، عشان تكلفة آه. السفر بالنسبة لهم يا نهار صعبة. أسود! فلمّا جيت بقى تركيا دخلت بالمسلسلات التركي، لأ ده في ثقافة تانية دي بتجذبهم عالم. أكتر، في عالم تاني شافوه. وأنا لمّا فكّرت فيها وسألت، الناس بتروح سياحة تركيا بس عشان شافوا المسلسلات مش أكتر، إمم. بس. يعني هو إحنا شُفنا مسلسل تركي، فلو حوّشت قرشين هاروح بيهم سياحة، لأ أنا هاروح تركيا، عارف؟ أيوه، أيوه، اللي هو نفسي مهند ونور اتصوروا هنا، فأنا هاروح هنا. بالضبط، بالضبط. أنا طبعًا يعني نفسي إن إحنا ناخد خطوات في الاتجاه ده بقى، يعني نصدّر الدراما بتاعتنا المصرية للدول. هم جاهزين، أنت بس إمم. ادّيها لهم. هم كمتفرّج فافتح قاعد عيونهم مستني. بس. افتح بس عيونهم، فاهمني؟ في المزيكا نفس الموضوع، المزيكا هنا ثرية جدًا، جدًا بشكل لا تتخيله. نفسي أعمل ده. يعني الموضوع في الأول وفي الآخر بقى بيعتمد على عوامل كتيرة جدًا، أهمها مين السفير اللي موجود هنا المصري. إمم. يا إما هيساعد. سفير جاي يتفسح ويتفرّج على النسوان، يا إما يشتري سفير قهوة، يشتري شوكولاتة. بالضبط، يا إما سفير جاي يشتغل. والموضوع صعب، الموضوع مش سهل، بس أنا فعلًا عندي طموح كبير أوي، أوي إن أنا أعمل بقى الbridge ده تجاري وثقافي وسياحي، نفسي أعمل. أنت عندك edge عشان رهيب، أنت من الناس القليلة اللي هناك، طبعًا، اللي طبعًا، فاهم طبعًا. أصلًا يعني إيه تعيش هناك. و و و و والشكل التاني يعني نفسي برضه السياحة المصرية تشد حيلها هنا، يعني هي destination بعيدة بعيد بس accessible، يعني تعرف تروحها بالطيارة، يعني في خطوط طيران وفي مطار هنا وفي عارف. في طبعًا نسبة مصريين بيتعدّوا على الصوابع بييجوا كل سنة لفكرة الhiking والباراشوت. إمم. آآ وصدّقني يعني أنا يعني لو ده حصل هيفرق في عقول بشكل أنت لا تتخيل. طبعًا. عشان المصريين الأغلبية العظمى منهم السياحة معناها دول عالم أول، أوروبا. فما بيشوفوش غير اللي أعلى منهم، إمم. عمرهم ما شافوا اللي شبههم أو اللي زيهم. وظروفهم ممكن تكون أوسخ منهم، بس حابين الحياة. ما شافش طريقة عيشة تانية لحد زيه. ده في طريقة عيش تانية، هم الطموح كله أوروبا صح. وأمريكا، ده الطموح، إذا كان حتى في السياحة أو في الهجرة أو في أي حاجة تاني. فللأسف في طبعًا عدم رضا مقبول ومفهوم للمصريين عن عيشتهم، بس هم مش عارفين إن في بدايل تخلّيك عايش مبسوط، حتى لو أنت متدهول على عينك، عارف؟ اللي هو بتتعايش مع اللي أنت فيه غصبٍ عنك، لإن كده هتعمل إيه؟ بالضبط، بالضبط. اللي هو تبقى يعني حزين ومش طايق نفسك، بس بتشوف فرص طرق بس تانية للعيشة. وبرضه وفكرة إن المجتمع متدين جدًا، بس متحرّر جدًا في ثقافته، متحرّر جدًا في مزيكته، متحرّر جدًا، عارف؟ فأنا نِفْسي المصريين يشوفوا ده، اللي هو لأ أنت مش لوحدك اللي متبهدل، في ناس كتير متبهدلين، بس عارفين يمشّوها، يعني عارفين يمشّوها بتفرق جدًا. وعارفين يمشّوها حتى من غير فلوس، يعني من غير مصاريف، يعني لأ، مش أنا بانزل عارف. مصر للأسف، للأسف يعني، بس كل يعني ما بانزلش كتير، بانزل مرّة في السنة، بس كل نزولة بتبقى اللي هو يا جماعة إحنا في منحنى خطر جدًا، الناس ما ده حدش طايق حقيقي، نفسه. ما فيش تفكير أصلًا لأي حاجة غير إنه طبعًا للأسف الsurvival. وابتدت بقى كل شوية تلاقيها بتعلى أكتر في الطبقات، وبتخش على الجميع، وبتحس في عدوانية كده في التعامل مع كل حاجة. باجي على الآخر بابقى اللي هو لأ، أنا يعني أنا فاهم ليه الناس كلّها stressed وليه الناس كلّها مشدودة كده، لإن كل اللي حواليك كده وما فيش مفر. بالضبط. فمحتاجين للأسف يعني ما عندناش أي option غير إن إحنا نحاول نتعايش مع اللي إحنا فيه ده بس بشكل أحسن شوية. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي.
إحنا هنعتمد عليك بقى في العلاقات الإكوادورية المصرية إنك تبني الجسر ده والله فعلًا اللي فشلت فيه السفارات المصرية. لأ والله نِفْسي أعمل ده، نِفْسي أعمل ده. وصدّقني حتى لو الناس أخدوها بشكل يعني مصلحة صِرف، فكرة حتى تجارة أو business، لأ، إحنا في قارة كاملة إمم. إحنا ناسيينها، إحنا مسقّطينها تمامًا يعني. رغم خلّي بالك الدول اللي إحنا فيها هنا، هم ساعات كتير أوي بيدوّروا لهم على ضهر أو على دولة كبيرة يتسندوا عليها أو على دولة كبيرة يعملوا معاها اتفاقية أو إمم. ي دول واقعة، عبد الرحمن الدول كُلّه هنا محتاج. واقعة. إمم. ولكن والله في حاجات كتيرة جدًا تتعلّمها، جدًا، جدًا تتعلّم منهم الفقر ما لوش علاقة بالنضافة خالص. و والله يعني أنا ما بقيتش متخيّل أو فاهم أو قادر أستوعب إزاي في دولة في 2023 بحجم مصر ولسه عندها حاجة اسمها مشكلة في الزبالة. يعني إمم. دي مشكلة دول كتيرة تخطّتها من عشرات السنين، حقيقي. خلاص بقت ملف واتقفل وتعالَ نفكّر في إيه المشكلة اللي بعديها. إحنا لسه بنعاني منه. التبريرات بقى مُبالغ فيها، أصل وإحنا فقرا، لأ، ما تبرّرش. أصل أنت الشعب، أصل بيرمي، أصل ما حدّش. لو أنت 100.000.000 في البرازيل تقريبًا 200.000.000 ضعفك إمم. في صح. العدد، عارف؟ فلأ، إحنا إحنا ناقصنا كتير جدًا في الفكر، جدًا. وأنا باقول ده وأنا قاعد في الإكوادور مش في سويسرا، إمم. بالضبط. ولا في بروسلز، قاعد في عاصمة الاتحاد الأوروبي، لأ، أنا باتكلم في الإكوادور يعني، عارف؟ الإكوادور اللي هي يعني بتعاني. تحت خالص. ما حدش في آه. مصر يقول لي ده إحنا أكل الشارع وبتاع، لأ، هنا بياكلوا يعني في أكلات شعبية هنا الصوص دم مجلط، عارف؟ آه. أي حاجة بتتاكل هياكلوها عشان في فقر وفي دخل قليل، بس في بقى أساسيات حد أدنى إمم. من فكرة المعيشة، عارف؟ إحنا ما عندناش في مصر الحد الأدنى. ده حقيقي. بالنسبة لي فكرة اللي أنا نفسي الناس تيجي هنا زي ما قُلت لك عشان هم شبهنا جدًا، ما لكش حِجة. ما تقوليش أصل ده دولة دخلها في سنة تعليمهم كذا يقولوا. واقتصادها إيه هم زينا زيهم، بس هم تحرّروا فكريًا من إمم. حاجات في مصر للأسف، قيود فكرية إحنا حطيناها لنفسنا، وهي سبب كل المصايب. ففكرة ليه مصر ما فيهاش حريات؟ لا والله إحنا اللي عاملين كده في نفسنا. إحنا كنا ممكن جدًا يبقى بلد زيهم زي هنا، الناس بتروح الكنيسة هنا كل يوم حد، والناس بتصلي في البيوت، والناس متحفّظين، والناس ضد أفكار كتيرة جدًا ممكن تكون يعني أو شايفينها من وجهة نظرهم هنا أفكار شاذة أو أفكار متحرّرة بس في الآخر في أساسيات، ما تجيش واحدة ترقص في الشارع فأنت تحكم عليها. ما يجيش راجل عجوز في فرح بيرفع عيب على سنّك يعمل يا حاجة، نهار ما فيش أسود! بقى إمم. السخافات دي، ما فيش. فإحنا مين اللي عمل كده؟ إحنا حطّينا قيود من يعني ولا حاجة. يعني من من ولا ولا حاجة، حاجة فعلًا. للأسف يعني. أكيد أنا متشكر جدًا فعلًا على وقتك، أنا اتبسطت جدًا بالكلام معاك، وفعلًا فتحت دماغي والله في وأنا حاجات أكتر. أنا ما فكرتش فيها قبل كده، من ناحية أمريكا اللاتينية. شكرًا، شكرًا جدًا.